وبيبتدي ان هو يقرا الطقوس عليها، لكنها مش بتتأثر بأي حاجة، وقعدت تضحك وتستهزأ بكلامهم، وعرفت انها تسيطر على ديبل زاك وتحرقه من ايده اللي بتوجعه. بيمن بيحاول ان هو يشغل تفكيرها، لكن قلدت نفس الصوت قائد الجيوش، واكتشفوا ان هي شيطان وانها مش ساحرة، وبيغير على طول ديبل زاك الطقوس. ولكن هنا الشيطان كان بيحرق القفص، وقدر ان هو يحرق الحديد اللي موجود، وبيتغير شكله وبينزل منه، وبيحاول ان هو يهجم على ديبل زاك، وضرب بيمن وفيلسون وكمان اكاي. لكن ديبل زاك رشه بماء مقدس عشان يبعدوا عنه، وطار ودخل الدير، وبيدخلوا وراه، وبيطلب بيمن من اكاي ان هو ينحني عشان يديله قسم الفروسية، وبيقسم وراه، وبيقدروا ان هما يدوروا في كل مكان. وبيمن بيكتشف ان هي اللي قتلت اكهارت وقتلت هاجامار عشان كان عايزين يمنعوها. والرهبان اللي كانوا موجودين جوه الدير بيدخل جواهم حاجات غريبة وبتغير شكلهم، وبيحاول ديبل زاك عن طريق الكتاب ان هو يقرا